بين الترغيب والترهيب تنوعت أساليب الحكومة الفرنسية في مطالبة العاطلين عن العمل ممن يتلقون تعويضا عن البطالة برد ما مقداره 812 مليون يورو كانت قد ضختها في حسابات هؤلاء عن طريق الخطأ. الأمر تحول إلى فضيحة كبرى بعد أن تعهدت الحكومة بمعاقبة الفاعلين، خاصة وأن بعض العاطلين يرفض رد ما بذمته بحجة أنه ليس مسؤولا عن هذا الخطأ. من باريس تقرير محمد وموسي. حتى وهي غارقة في أزمتها الاقتصادية، الفضائح المالية تلاحق الحكومة الفرنسية، فقد اكتشفت المؤسسة الحكومية المكلفة بالتشغيل أنها ضخت أكثر من مليار دولار في الحسابات المصرفية ل1,600,000 عاطل عن العمل عن طريق الخطأ العام الماضي، وهي تحاول الآن جاهدة استعادة المبالغ المدفوعة بالطرق الودية وتلوح بعصا القانون للرافدين. هناك 812 مليون يورو ضخت في الحساب حسب مركز قطب العمل. استطاعوا استعادة 500 مليون يورو منها، وبقيت 300 مليون يسعون لاستعادتها. لدينا كثير من العاطلين تلقوا 3 مبالغ مختلفة في المرة الواحدة. ويرفض العاطلون عن العمل اتهامات الحكومة لهم باعتماد الغش في بعض الحالات مقابل الحصول على إعانات البطالة، بينما سارع البعض منهم إلى رفع قضايا أمام المحاكم ضدها بحجة أن ما توصل به من مبالغ حق ثابت. أما الشارع الفرنسي فيعتبر ما جرى نموذجا صارخا على وجود ثقب كبير في ميزانية الدولة. من العجيب أن ترتكب أخطاء بهذا الحجم، وفي نفس الوقت يتحدثون عن وجود ثقب في الميزانية، فكيف تحول الدولة هذه المبالغ بهذا الغباء؟ هناك أناس يرتكبون أخطاء لا تغتفر، وهناك قلة تستغل هذا الوضع، وهذا ليس مقبولا رغم أن الجميع معرض للخطأ. العاطلون عن العمل المعنيون بهذا الخطأ الإداري توصلوا جميعهم بمثل هذه الرسالة من الحكومة تطالبهم فيها بإرجاع ما لا يقل عن 500 يورو لكل واحد منهم. البعض تفهم والبعض الآخر يقول إن ما دخل حسابه المصرفي لن يخرج منه، وما على الحكومة سوى محاسبة المقصرين. محمد وموسى، تلفزيون دبي، باريس. قرر بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، والتي أسست من خلال